السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجوم مرتضى منصور على حسين الشحات وعلى إمام عاشور وعلى النادي الأهلي، وهل رضا سليم نجم الجيش الملكي المغربي في النادي الأهلي من الموسم القادم ولا إيه الحكاية بالظبط؟ ده اللي هتكلم معاكم فيه في الفيديو ده يا جماعة. مرتضى منصور قال شفتم الأهلي قبل بيعها وبعد بيعها، شفتم الاهلي قبل بيعها كانت الكره بتيجي في اي حته في جسم اللاعب بتخش جول، بعد بيعها الاهلي تعادل بصعوبه مع حرس الحدود، والاهلي خسر من بيراميدز 3-0 مع الرأفة. ارد عليه الاول في الجزئيه دي يا مرتضى يا منصور، اي حد في عقله ب3 جنيه الكوره لازم يبقى فاهم ان الاهلي بعد ماتش الزمالك حاجه وقبل ماتش الزمالك حاجه، لغايه ماتش الزمالك اللي رزعناكم فيه 4-1 كانت اللعيبه مركزه عشان تحسم الدوري، وده اللي حصل بالفعل وخدنا الدوري بدون اي هزيمه. لكن بعد ماتش الزمالك خلاص اللعيبه بحالها فكت، اللعيبه بحالها عاوزه تريح، اللعيبه بحالها عاوزه تاخد اجازات، وطلبوا كده بالفعل من كولر. عشان كده الاهلي كان ظهر بالشكل ده في المباراه الاحتفاليه ضد حرس الحدود، وعشان كده الاهلي ظهر بالشكل ده قدام بيراميدز. الاهلي قدام بيراميدز بدا المباراه كان ناقص يجي 8 عناصر اساسيه من الفريق. الاهلي بدا المباراه كان ناقص يا جماعه حسين الشحات وديانج واحمد عبد القادر، لعبوا في الشوط الثاني، كمان ما لعبش خالص في الفريق في المباراه ديت اكتر من لاعب اساسي زي محمد هاني وزي علي معلول وزي كهربا وزي بيرستاو. كل اللعيبه دي اثرت تاثير كبير جدا على النادي الاهلي، وعشان كده كانت النتيجه بالشكل ده. كلنا شفنا الاهلي في الكاس وفي السوبر في المباراه الحاسمه مع بيراميدز خلص الدنيا وفاز على بيراميدز. كمان هاجم حسين الشحات بقوه وسخن على حسين الشحات المغرب، وسخن على حسين الشحات رئيس نادي بيراميدز، وقال له لعيبتك انضربت في عندك، ويقصد لما لعيبه بيراميدز ولعيبه الاهلي حصل بينهم الاحتكاك في كاس السوبر اللي فات. طبعا ده تسخين غير مبرر وعيب يحصل من رئيس نادي، المفروض نادي الزمالك ده نادي كبير، عيب رئيس نادي يقوم بالدور الشمال ده ويبدا يسخن دول على النادي الاهلي. وطبعا الكلام ده مش هيحصل خالص. كمان قال شفت وش امام عاشور الوحش، شفته لما جه النادي الاهلي تعادل مع حرس الحدود وخسر من بيراميدز. لا يا مرتضى، امام عاشور هتشوف وشه الحقيقي بدايه من الموسم القادم. امام عاشور انت وقناتك في فيديوهات مسجله وموجوده قلت انه اعظم لاعب في مصر وافريقيا خط نص خلال ال10 سنين القادمه، وده اللي هيحصل بالفعل، وده اللي هتشوفوه من امام عاشور بالفعل. كمان مجدت في ابنك احمد مرتضى، وشفت احمد مرتضى طلع قال ايه للاعيبه ورئيس بعثه. يا راجل قسما بالله الفيديو بتاع احمد مرتضى اللي القناه عرضته يحتاج يتعرض في مسرح مصر. انا ما بشوفش وما بتفرجش على اي انديه في العالم غير نادي الزمالك. طب وده يا احمد يا مرتضى بيبين ايه يعني؟ لا بيبين انتماء ولا حاجه، ده بيبين جهل كروي. يعني انت ما بتشوفش مانشستر سيتي، ما بتشوفش باريس سان جيرمان، ما بتشوفش ريال مدريد، ما بتشوفش برشلونه، وما بتشوفش الا نادي الزمالك. قال يعني هو كده هيبقى الواد الزملكاوي الاصلي؟ ده جهل كروي. ده انت لما بتشوف الانديه العالميه دي بتتعلم منها. بقول لكم انتوا نازلين بباراشوت على نادي الزمالك محدش مصدقني. نيجي بقى رضا سليم نجم الجيش الملكي، صحف مغربيه كبيره يا جماعه واعلام مغربي اتكلم امبارح بالليل وقال ان رضا سليم خلاص في النادي الاهلي رسمي وانه وقع وكل شيء انتهى. لكن لغايه الثانيه ديت النادي الاهلي ما اعلنش حاجه لسه. هو بنسبه كبيره جدا جدا اللاعب ان شاء الله هيخلص في النادي الاهلي، انما لحد الثانيه اللي بنكلمكم فيها ديت الاهلي ما اعلنش حاجه واللاعب نفسه ما اعلنش حاجه. انما المفاوضات شغاله وفي مرحله متقدمه جدا جدا. الكلام ان النادي الاهلي عارض ما يقترب من 2 مليون دولار على نادي الجيش الملكي زائد مميزات اخرى لو حققوا بطولات، لو اللاعب احترف في نادي تاني كده يعني. رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.